الأولى قصيدتي بعنوان نيفرتيتي. وسرت إليك أرسم فراشاتي على شفتيك، وأرتديك ديثارا يغير تواريخ زماني ومكاني، أقبل تبعثرك على جزر الروح زلالا تذكرني أطياف الكلمات، رذاذ الورد يهفو إلى وجنتيك، المياه تعاود نبعها تناغي الظهور، تترددين على عرش القلب نفرتيتي، اقطفي من شفاه الحلم نبوءات همس أخناتون تحت جلدها وألغى قوانين أمون، غفى جفنها فتدلت دالية وكروم من عقيق، عناقيد ترسم بضيائها لهفة ميلاد جديد. أخناتون يراقصني الفالس، ارتبك حين تعانقت النظرات، أشعل ورق البردي، تاهت في السبيل سكرة الغيوم، تجاوزت أنفاس الشمس تأشيرة بنيسان، أغامر أو أغادر الرحيل. أخناتون قمة الحلم تدثر بلحاف التين وارتشف آخر الزهرات، صرخ في وجه الصمت نفرتيتي نفرتيتي، تعالي نبتدئ الطريق نفرتيتي، يا زهرة لوس تفتحت وقت الهجير، يا حبات الفل ونغمات الوسم، يا جذع نخلة تهزني لحظة الميلاد، تساقط بلحا أحمر الشفتين، واحة نسيما دفء البلاد، سآتي أحمل كل خيالاتي وخيلائي وأسكبها ريقا يجري على دنياك البريد. لما كل هذا الاشتعال يا ملكة الورود، يا رقيقة العطفات؟ أخشى نجومك، أخشى تسلل الثلج بين جوانح الدفء، دسريني ضميني إليك، أحرقيني على شفتيك، تمددي غيمة فوق جناحي، أريني كواكبك، اسقيني نبيذ هواك، أظليني تحت سماك. شكرا لك عفيفة السمالي الشاعرة. أنت عفيف شاعرة وكاتبة تونسية تهتم بالشعر والقصة والرواية، واسمعنا منك توا قصيدة حلوة برشا. ما بين الرواية وما بين الشعر وين تلقى روحك أكثر؟ في القصيدة. علاش؟ لأنه القصيدة كانت هي البداية وهي اللي فتحت لي المجال للقصة والرواية. يعني فما اختلاف كل ما بين شخصية عفيف الشاعرة وشخصية عفيف الكاتبة؟ والله لا هي نفس الشخصية. كما ذكرت القصيدة هي كانت البداية اللي خلتني نكتب الرواية الشعرية، اللي خلت أنك تكمل عفيف. لأنه الرواية هي تلقى مساحة أكثر باش تكتب، باش تعبر على أفكارك بطريقة أوسع وأكثر وصور أكثر. علاش عفيف تأخرتي شوي حتى وصلتي للناس وأصبح اسمك توا شوية متداول على الساحة الشعرية التونسية؟ والله لأنه مجتمعنا أكثر مجتمع رجالي في الشعر. والله لا، تو أنا المسيطرين أكثر الرجال في الشعر. مثلا أنا اسمي معروف خارج تونس أكثر من تونس. علاش بديت خارج تونس قبل ما تبدا في أي تونس؟ صراحة يعني كي تذكر عفاف السمعلي معروفة حتى الكتب نتاعي يعني، حتى في الترويج في تونس ما فهمش ترويج، كتبتي أنا وصلوا لعدة أماكن، موجودين في شارع المتنبي في بغداد، في مش موجودين في شارع تونس، موجودين في نابل في بعض المكتبات في نابل فقط. منين التقصير منك والا من؟ والله هي ما سعيتش انك تعرف بروحك في تونس قبل ما تعرف؟ لا والله انا نحضر في عده امسيات وملتقيات في تونس بشكل كبير، يعني انا عضو في اتحاد الكتاب التونسيين،
يعني يمكن ننشر التعليم شيء خذ منك جديد. وقت برشا هكا ولا عفيف؟ والله شوي شوي. عفيف، زخات ومطر، هذا هو ديوانك اللي آخر ديوان هكا ولا؟ هذا الديوان الثاني. أكثر تفاصيل على ديوانك الثاني؟ ديواني الثاني هو عبارة نقلة، يعني نوعية مختلفة عن الديوان الأول، بحكم أنه الديوان الأول هو عبارة عن باكورة أعمال الصبا، فكان الديوان الثاني نقولوا أكثر نضج. وظفت فيه شو يعني، أعطيت فيه للقصيدة النثرية ملامحها الواضحة والحقيقية واللي والحقيقية. تعبر عليك. إيه، طبعاً. قريبا باش يصدر لك ديوان جديد، أكثر تفاصيل على ديوان إن شاء الله بانتظار الساحة عندي الثقافية التونسية. ديواني إن شاء الله عن قريب آخر أفريل، أسير على العرش، وديوان موسم البنفسج بإذن الله، وروايتي بإذن الله يعني فخرة في نهاية هذه الأيامات، قدرت الله في بغداد يعني تنظر لي. شكرا ليك عاطف السماني اللي جيتنا من نابل، حبينا انه اطلتك اليوم في ويكاند تكون شعريه، حبينا انه نتعرفوا عليك، يعطيك الصحه، شكرا لك على الحضور. شكرا. مواصلين معكم المشوار، عفيف سمعتنا الشعر شكرا لها، وانا باش نسمعها فرقه النجاح للانشاد الديني بالمناسير في وصله غنائيه ثانيه.